اول حلقه من هزار وسافر هتبقى يوتيوب ترافل شانل لكل المصريين عايزين يسافروا جدا وخايفين السفر يبقى غالي. هننزل لكم فيديوهات لكم ايه اللي يتعمل في البلد دي، ازاي تحجز التيكتس، امتى تروح، اهم الحاجات اللي تشوفها في البلد دي، ايه اللي لازم تشوفه، ايه اللي ممكن لو انت رايح فتره قصيره مش لازم تشوفه. ماليزيا كده او كوالالمبور عباره عن هب لاسيا كلها، يعني اي حد حتى مسافر بالي تايلاند يعدي على كوالالمبور. ان انت لما تيجي كوالالمبور تاخد فيزا 90 يوم عشان الباسبور المصري، دي حاجه كويسه جدا يعني. العمله في ماليزيا هنا اسمها ماليزيان رينجت اللي راحت من انجل مصر، بتفرق من مكان لمكان تغيير الكرنسي، فلازم تبصوا في اماكن كتيره قبل ما تختاروا المكان اللي احنا خلاص هنغير منه. في حاجه مهمه جدا ان في حاجه اسمها GST في ماليزيا. GST دي حاجه زي تاكسس، وانت في المطار ماشي في المطار بتقول انا مش عايش هنا فانا من حقي ان انا اخد كل التاكسز اللي انا دفعتها في سواء شوبينج سواء اكل. في كوالالمبور ما فيش شتاء، كام شهر بتمطر وكام شهر مش بتمطر. يبقى احسن وقت هيبقى من مارس لشهر 9. الاليفنت سانكتواري من اجمل الحاجات اللي في كوالالمبور، رغم ان هي بعيده شويه عن السيتي سنتر، يعني هي حوالي ساعه من كوالالمبور. فلو انتوا هتيجوا KL اكتر من 3 ايام يبقى المكان ده لازم يتراح، وخصوصا لو معاكوا اطفال صغيرين. المكان اصلا عباره عن ملجأ. الملجأ ده اتعمل علشان ينقذ الافيال اللي حياتها اتدمرت بسبب تجريف الغابات. هناك هتعرفوا تقربوا قوي من الافيال، يعني هتاكلوهم وتحموهم وتلعبوا معاهم كل حاجه. الاكل بقى في اسيا حلو جدا جدا يعني، خصوصا كمان في ماليزيا ان الفرايتي بتاعت الاكل فظيعه، يعني اي اكل عايزين تفكروا ان انتوا تاكلوه هتلاقوه، مالي او هندي باكستاني ويسترن، كل انواع الاكل. الفكره بس تبقى عارف فين الاماكن. زي ده جوه الداون تاون يعني هتلاقي حتى KLCC ورانا. مثلا حاجه اسمها روتي. الروتي ده زي الفطير، منه حلو في منه حادق، ب2 رينجت مثلا. ماجي جورينجز دي من احلى الاكلات اللوكل. كوكونات، بترونس تاورز هم أطول برجين في العالم، موجودين في السيتي سنتر بتاع KLCC. حوالين التاورز دول في بارك، ما بين التوين تاورز في مول اسمه سوريا KLCC. علشان تطلع تتفرج على كوالالمبور كلها من فوق من الدور 88 لازم تجيب تيكتس. اوكي، احنا هنا عند المكان اللي فيه تيكتنج كاونتر. علشان انت تجيب التيكت وتطلع في نفس اليوم دي حاجه صعبه جدا. الشباك بيفتح الساعه 8:30، ممكن تكون التيكتس كلها خلصت الساعه 9، وممكن الطابور يبقى بدأ من الساعه 7 الصبح اوريدي. اسهل حاجه ليك ان انت تجيب التيكت من على الويب سايت ده. سألته قلت له انا عايزه تيكتس للنهارده، قال لي مفيش اي تيكتس النهارده. قلت له بكره، قال لي مفيش اي تيكتس لبكره. ده معناه ان لو حد كان جه ماليزيا 3 ايام هو 3 ايام خلصوا وما طلعش التاكس. KL تاور من الحاجات اللي لازم اي حد يجي كوالالمبور يشوفها. KL تاور بيستخدموه يعني في الاتصالات، بس هو من الحاجات اللي لازم تتشاف في كوالالمبور. ممكن تطلع فوق خالص والفيو من هناك حلو جدا. وفي فوق خالص بتاع المدوره اللي فوق دي ده ريستورنت بيلف 360 درجه، لازم تعمل ريزرفيشن فيه علشان تاكل في الريستورنت ده. بيبقى بوفيه عموما، وفي طبعا اكيد لوكال فود. الباتو كيفز ده معبد هندي من اهم المعابد الهنديه في اسيا كلها، يعني له مكانه عاليه جدا جدا. التكوين نفسه بتاع الكهف جوه جبل الهندو اللي حوالين اللي جوه ماليزيا واللي حوالين ماليزيا وكل الحاجات دي بييجوا علشان بس يزوروا المعبد ده، لانه له مكانه عاليه جدا. هو زي الحج بالنسبه لهم ان هم يجوا المكان ده ويطلعوا السلم الطويل قوي ده علشان يدوا اوفرنجز وقرابين للالهه علشان حياتهم تبقى احسن. وكل ما يشيل اكتر ويتعب اكتر ويطلع حاجات اكتر هو كده حياته تبقى احسن.
احنا دلوقتي في تشاينا تاون في باتلينج ستريت. دي من اكتر الحاجات اللي لازم تيجوا تتفرجوا عليها وتشوفوا قد ايه الحاجات الكوبيد هنا ما بتتفرقش. ممكن تجيب شنطه لوي فيتون ولا مايكل كورس ولا حاجه كده ب50 جنيه، وساعات بقى رولكس وكل حاجه. حتى لو مش عايزين تشتروا حاجه، الفكره بس ان انتوا تيجوا تتمشوا في الشارع ده، دي حاجه جامده جدا. اهم حاجه لازم تاخدوا بالكم منها ان الفصال هنا رهيب، يعني ممكن تنزلوا الثمن اللي هيقوله لكم، خليكم متاكدين انه ممكن ينزل لحد الربع. يعني الشنطه دي مثلا ممكن تخلص مثلا على 20 رينجت 30 رينجت. كوالالمبور الرابعة على العالم في الشوبينج، فطبعا الشوبينج جامد جدا. اهم الاماكن اللي تعمل فيها شوبينج KLCC بافيليون، دول اللي هو لو عايزين يشتروا براندز، لكن لو عايزين يشتروا حاجات كواليتيز عادية شوية واسعارها كويسة جدا، فده كله في شارع بوكيت بنتاين. الناس كلها ما بتبقاش فاكرة ان في نايت لايف في KL، لا، زي ما هنشوفه دلوقتي. مقلوبة، يعني رقص بقى وهرس ومسخرة وكل حاجة. لو يعني مش عايزين تشاركوا، حلو برضه ان انتوا تتفرجوا عليه. اول حاجة هي جالان تشانكا. قلنا جالين يعني شارع تشانكا. شارع تشانكا ده للكلابينج، اللي هو لو ان عايز بارتي ورقص بقى وحاجات كده هو فهو جالان تشانكا. حاجة تانية لو عايز بس تقعد في مكان حلو فيه ميوزك بس بقى مش رقص بقى، وممكن سكاي بار الفيو بتاعه حلو جدا. في مارينز برضو ده موجود في تاور 3 في KLCC، ده برضو الفيو بتاعه يعني فظيع، وبرضو نفس فكرة سكاي بار حلو برضو، واللي هو ايه حاجة في النص كده بين زوق كومبلكس، يعني حبة كده زي مول كلابينج مول، في مثلا 10 11 13 روم، كل روم فيها بتشغل نوع ميوزك معين او بيبقى فيها ايفنت معين. الهليباد من احلى الاماكن في KL، ومن اكتر الاماكن اللي انا بحبها جدا. الفيو حلو جدا، مفتوح، الجو تحفه، السانسيت من هنا حلوه جدا، القعده حلوه، فعلا كل حاجه فيه حلوه. الهليباد بيفتح الساعه 6، تجيب درينك مشروب عادي، عصير، ليمون، اي حاجه، تطلع سلم لحد ما توصل هنا. فيو يجنن، الناس كلها لطيفه، كله بيتكلم مع بعض بيتفرجوا على الفيو، بيتصوروا، يعني فعلا ما ينفعش حد يجي KL وما يجيش الهليباد. كده لما خلصنا اول حلقه من هزها وسافر، يا ريت تكون الحلقه عجبتكم. لو عندكم اي اسئله عن اي حته عايزين تروحوها مش عارفين تروحوها ازاي او تحجزوا تيكتس ازاي او اي حاجه، ابعتوا لي كل الاسئله بتاعتكم واحنا هنرد عليكم. محضرين حاجات كتيره قوي، محضرين فيتنام، اندونيسيا، فلو عجبتكم الحلقه دي بليز سبسكرايب، وكده التانية لايك كده فولو على الانستجرام وفيسبوك وكل حاجه علشان تهزوها وتسافروا. تخسر الدنيا مش كلام.